داخل البطوله ووقعت لنا هذا الاكراه، مع التذكير ان الفلسفه ديال وهبي اليوم ما يمكنش يفهمها شي واحد، فلسفه خاويه، تغييرات خاويه. ايضا يجب ان نقر بواحد المساله، المنتخب المغربي اليوم أنا في الجوله الاولى انا ما بان لي حتى لاعب اللي واقف مزيان، اعطيني واحد من غير اذا حارس. انت تحمل المسؤوليه محمد وهبي في الهزيمه. خصك تعرف واحد المساله، شي اي منتخب ورجع معك شويه اللور، اي منتخب كيجي يلعب مع ادفيرسير قوي وتيغير من اسلوبه وتيغير من طريقه لعبه وتيغير من التشكيل الاساسي تينهزم. سكوتلاند مع المدرب ديالها جات معنا حنا كانت كتلعب ب 4-4-2 كلاسيك، جات معنا غيرات دارت 5-4-1 انهزمات. هولندا كانت كتلعب ب 4-3-3 جات معنا حنايا غيرات دارت 5-4-1 انهزمات. اليوم المنتخب الوطني المغربي صحيح على انه حافظ على نفس الاسلوب على نفس الرسم التكتيكي اللي هو 4-2-3-1، ولكن غيرتي لي بروفيل ديال اللاعبين، ماشي هادو هما لي بروفيل اللي كانوا كينجحوا لك هذاك الاسلوب ديالك، كانوا كينجحوا لك هذيك الاستراتيجيه ديالك وهذاك البناء من الوراء، ايضا ايجاد المساحات خصوصا متخللين في اللامركزيه. اليوم ما شفناش اللامركزيه لانه اللاعبين كانوا مستنزفين بدنيا، واللي بان اكثر على انهم استنزفوا بدنيا هو مباشره مورا الهدف. قبيله حمزه قال على انه في ظرف 6 دقائق سجلوا عندنا 2 ديال الاهداف، ما موالفاش لينا، موالفين اننا كيتسجل عندنا الهدف وكنبقاو حاضرين في المقابله، كنبقاو عندنا داك الهدوء، ثم كتكون عندنا واحد رده فعل اللي كنختبروا بها الدفاعات ديال الخصوم. خليني نعترف لك بواحد الحاجه، اعترف خذ راحتك. والله الا كنت خايف من اكثر من جوج انا. شفتي ملي تمركل بالثاني؟ لا ماشي قبل الماتش، لا ماشي قبل الماتش، دير السيناريو في الماتش. نعم ملي شفت ديك الفلسفه ديال وهبي والطريقه باش تتعامل وشوف ديك اللاعبين المهلوكين، راه انت كتفرج حداك شنو بقيت كنقول قلت لك لي ما يكونش شي سكور كبير، قلت لك الله يستر شي هزيمه كبيره غليظه. لان وهبي في هذا الماتش هذا راه ماشي خرج كيف كنقولوا حنا كان خارج السطر او خارج الطريق، راه كان خارج الملعب كامل. انا راه ما بغاش لحد الساعه ديك الفلسفه ديالو مازال ما بغاش نستوعبها. ثانيا انا بنشوف لك واحد النقطه اخر، انت ملي باغي تغير واحد الوليد ديك الميموني هذاك اللي كتدخلوا في المقابله الاولى، ميموني شفتك راه حفظت عليه، دخلت لينا السباعي دابا ما كاينش فينا اللي كان كيعرف السباعي، وجيسبر ما يكونش ذاك المعطل اللي وصلني يكون صحيح بان عنده شي علاقات ديال المصاهره مع شي واحد في الطاقم التقني. جيسبر ما تكونش هذه، يكون جا على هذه، اللي كان جا على هذه راه بيغ. المساله الاخرى انا بالنسبه لي بعض اللاعبين اللي راهنا عليهم انا ما كان بالنسبه لي ما كانوش في المستوى نهائيا، منهم ابراهيم دياز. اليوم شكون اللي كان كيتوقع، شكون اللي كنا كنتوقعوا انه غيدخل كلاعب اساسي اليوم بناء على الاصابه ديال اللاعب هو رحيم ورحيمي؟ هذا هو اللي خصو يكون رحيمي بلا السيباري صافي ودخل. انا من اشد المنتقدين اللي كنت رحيمي، ولكن رحيمي مني جا المستوى ديالو كيطلع جيت انت للمقابله اللي خصك تدخله هو الاول وتعولي عليه في ديك الاختراقات وديك السرعه ديالو ديك المسائل. خصوصا على ان الخنوس لقى راسو في ذاك الكوتي غوش، الخنوس دائما في المسانده ديال الظهير، هذاك الكوتي غوش حيتي كامل، مول كتلعب بالمزراوي قدامه الخنوس، اليوم لعبتي بانس صلاح الدين قدامه شمس الدين طالبي، حتى في التوظيف حتى في التوظيف هشام ربما ما شفناش أناحي والخنوس في هذا التوظيف ديال المباراه اليوم، جوج الاثنين ربما حتى واحد اليوم الفرق ما كاين غير ياسين بونو. اليوم كنا ناخذوا واحد 5 ولا 6 للامانه اليوم يعني كان تالق كبير اليوم ديال ياسين بونو للامانه، ياسين اللي كان في المقابله وحارس مرمى يستحق الاشاده، لانه في شوط المباراه الاول سيشام كنا نقدروا نخرجوا خاسرين 3-0. لا كنت سجلت ضربه جزاء في هذاك التوقيت وبهذاك الانهيار اللي تسجل علينا فيه الهدف ومباشره مورا 6 دقائق سجلنا الهدف الثاني، كنا ننهاروا بكري لانه كنبانوا على اننا حتى ذهنيا ما موجودينش للمقابله، كنا لاعبين ومرفوعين. انا بالنسبه لي على ان الطريقه اللي بدا بطريقه مثاليه، على انه تقارب الخطوط، نرجعوا البلوك ديفونسيف ديالنا اللور، تكون عندنا واحد البلوك كومباكت، ومن ثم ممكن اننا نعتمدوا على المرتدات. ولكن هنا فين كاين المشكل، هو انه ما عندكش دي بروفيل ديال المرتدات. دياز ماشي رجل ديال المرتدات، الخنوس ماشي رجل ديال المرتدات، درجه اقل شمس الدين الطالبي اللي ممكن يطلبها في الدار. وشحال من خطره ملي كنا كنقطعوا الكره كيطلبها في الدار شمس الدين الطالبي ما كتكونش ديك المسانده الهجوميه، ما كيكونش واحد الكثافه عدديه ديال اللاعبين اللي كيمشيو على ريسيبسيون. هذا راجع بالاساس لانه اليوم بدنيا كنا منهكين. واللي اللي اللي اللي, اللي ممكن يتلام على هذه المساله اكيد هو المدرب. علاش؟ لانه خصنا ناخذوها مستقبلا بعين الاعتبار التركيبه البشريه اليوم، لاننا نقولوا على انه بعض الاحيان الكرسي الاحتياط كان كينفعنا، ولكن اليوم هذاك الاوراق الرابحه بديتي بها من الاول، ملي جيتي تقلب على الاوراق الرابحه في كرسي الاحتياط ربما الاجتهاد حسب التحليل ديال هشام، الاجتهاد ما كانش في محله ديال سي محمد وهبي. سي محمد المغودي، هل محمد وهبي احترم منتخب فرنسا
اكثر من اللازم، ماشي الخطر وماشي الخطر بلا ما تكمل السؤال لتغيير في نظام اللاعب. وهذا النظام اللاعب ما مشاش، لانه اليوم كما قلتي انت في بدايه البرنامج ما كتألمناش الهزيمه اكثر مما كيألمنا اليوم الطريقه والظهور الباهت للمنتخب الوطني المغربي. شوف السي حمزه، اولا ماشي لخاطرك باش تحترم المنتخب الفرنسي، ماشي لخاطرك. عرفتي شنو عنده واحد كينسك في واحد. انا راه ديك الوصف ديال التماسيح راه طلقتها بشكل مقصود، راه اللي شدك تما يفرسك عندهم في الهجوم ديالهم. ثانيا خصنا نعرفوا واحد المساله باش قلت لك انا نناقشوا سوء التدبير ديال دابا وما نكونوش قاسيين. فين ما نكونوش قاسيين، واحد من 2012 هو مع المنتخب الفرنسي كيوجد فيه وكيخدم عليه وكيشتغل عليه الى غير ذلك، وفي 2014 خرج من دور الربع في الدور الربع وما كانش ديك هاد 36 نعم. فرقه ولا 700 فرقه ولا شحال. دابا كتجي مع وهبي راه ما كملش حتى شهر ولا 3 شهور، يعني واخا يكون عالم ديال العلماء صعيب عليه باش يوجه المنتخب يواجه المنتخب الفرنسي، علما انه كانت هناك بعض التغييرات اللي كان المفروض انها توقع في الفريق الوطني المغربي منذ مده. راه تصور ديك خط الدفاع ديال الفريق الوطني المغربي راه من كاس العالم ديال قطر كان خصنا نفكروا في البديل ديالو. ديك السايس الى غير ما بدلناش، جينا دابا ووجد نفسه امام خيار اخر انه يغير الخط الدفاع. ايضا هناك بعض اللاعبين اللي جابهم باقيين صغار، دونك كاين عمل غير بالنسبه لي في هذه المقابله ما نبقاوش نطمعوا اكثر من داكشي. راه ما نبقاوش نطمعوا اكثر من شي معلومات. ولكن انت اللي قلتي في بدايه البرنامج انه وهبي يتحمل المسؤوليه في الفلسفه اللي اعتبرتها ربما زائده. هذيك ماشي فلسفه زائده، اكثر من الفلسفه الزائده هي خرجتنا بديك الاداء الباهت، الاداء الغير مقبول، الاداء اللي دخلنا في الشك ودخلنا في دائره نبقاو نشكوا حتى في استوابه. ولكن خصنا نكونوا عقلاء اذا بغينا نبنيو المرحله المقبله. لا هو سي محمد المسار حتى واحد ما ينكر على انه المسار كان مزيان من الماتش الاول، ولكن حنا كنتكلموا على لا جيستيون ديال المباراه ديال اليوم. اي مباراه نعم اي مباراه كنتكلموا عليها على حساب شنو شفنا في هذيك المقابله، دفاعيا هجوميا عندنا الكره ما عندناش الكره الى اخره، ودائما ما كنا نشيدوا بالمستوى ديالو ايضا بالطريقه والاسلوب اللي كيلعب بها والجرأه الهجوميه والضغط على الخصوم من العيار الثقيل ومن من الصف الاول. ولكن ملي كتجي المقابله اليوم اللي كتعتبر واحد المقابله مصيريه بالنسبه للتاهل للدور نصف النهائي، صحيح على انه منتخب فرنسا منتخب قوي، لا احد ممكن لانه يقول لك منتخب متوسط ولا منتخب ضعيف، ولكن احنا اللي كنا كنقولوا من المميزات ديال محمد وهبي والطاقم ديالو